السلام عليكم. فيديو النهاردة إن شاء الله هنعمل فيه الكشري. معانا كمية بصل حلوة، هحط عليها 3 معالق من النشا وأقلب أقلب أقلب أهو بالشكل ده. حلة على النار هحط فيها كمية زيت حلوة. الزيت ده يا حبايبي اللي هنستخدمه في كل الكشري. هسيبه يسخن وهنزل بنص كمية البصل عشان يتحمر معايا قوام مياخدش وقت اهو بالشكل ده. ويلا نعمل الصلصة قبل ما يتحمر البصل. حلة على النار خدت فيها معلقتين من الزيت بتاع البصل اهو. نزلت ب3 مكعبات من الثوم المفروم اللي احنا عملناه مع بعض اهو. هحمره كويس وهنزل بعصير الطماطم التقيل. هنا كان اتحمر معايا الثوم، نزلت بالطماطم، رشة من الملح، رشة من السكر، كمون، كزبرة ناشفة اهو بالشكل ده. واحط لها معلقة من الخل. هغطيها بقى وتتسبك على مهلها. هنا كان البصل خلاص بقى اتحمر معايا، طلعته على مناديل وحطيت الجزء التاني. هنا هعمل الشطة يا حبايبي. معلقة من الزيت، معلقة من الثوم، معلقتين كبار من الشطة، وهنزل بمعلقتين كبار من الصلصة اللي احنا بنسبكها اهي. وكانت الشطة خلصت معانا اهو. هنا كنت طلعت بقى الكمية التانية من البصل، نزلت في نفس الحلة كوباية كبيرة من الشعرية، عليهم كوبايتين من الرز المصري العادي مغسول طبعا متصفي، وقلب قلب قلب اهو. هنا الصلصة كانت خلاص اتسبكت معايا، طفيت عليها. حمرت شوية من الرز لحد ما اتغلف كله بالزيت. نزلت بكيس من المكرونة، كوباية من العدس، دي انا كنت غسلاها ونقعاها بقالها 3 ساعات، ما غليتهاش ولا حاجة، نقعتها بس اهو. وقلبت كله مع بعضه لحد كله ما يتغلف بالزيت عشان ما يعجنش معايا، ما هو كله في حلة واحدة. نزلت بقى برشة من الكمون، رشة من الكزبرة، شوية شطة، ملح، وقلبت كل ده مع بعض اهو. في اسهل من كده؟ لا طبعا مفيش. لازم تقلبيه كويس يا حبيبتي عشان يبقى كله متغلف بالزيت وما يعجنش معاكي ويبقى مفلفل. هنا خلاص بقى كنت نزلت ب1.5 لتر من المية المغلية، وحطيت كمان مكرونة سباكيتي. حطيتهم طبعا قطعتهم نصين وحطيتهم بالطول وبالعرض عشان ما يتعجنوش معايا. هنا هعمل الدقة، معلقة من الزيت صغيرة خالص، حطيت معلقة كبيرة من الثوم، كمون، كزبرة، شطة، وهحط الملح دلوقتي. نزلت عليهم كوبايتين كبار من المية، وكمان نص كوباية من الخل، معلقة شطة، معلقة ملح، وخلصنا الدقة بتاعتنا. هنا بقى كنت شفت اخبار بقى الكشري بتاعنا كده خلاص اتشرب معايا المية كلها. وطيت عليه النار خالص وقلبته كده وهغطيه يكمل سواه اهو. هنا بقى يا حبايبي خلاص كان استوى معايا، مخدش وقت خالص على النار اهو. عملته بكل سهولة وفي حلة واحدة، موسختش مواعين كتير ودوشة كتير، كل حاجة في حلة لوحديها اهو. شايفين؟ جبتلكوا كمان معلقة من القاع مفلفل، والله العظيم طعمه وريحته ولا اروع. وعملت الكشري بكل سهولة. هنا بقى كنت غرفت مع خلاص يا حبايبي اهو. وحمرنا كمان شوية عيش عشان ندلع الكشري بتاعنا. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ عملناه ما خدناش وقت خالص، طريقة سهلة وبسيطة، وصدقيني هتعجبك، مش هتاخد منك مواعين كتير وكل حاجة تسلقيها بقى لوحديها. هنا كنت بقى خلاص غرفت، شايفين الصلصة بتاعتي وشايفين الشطة وكمان الدقة. اوعوا تنسوا العيش.
ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ يلا قومي تشجعي واعمليه، أكلة سهلة وبسيطة وكلنا بنحبها. يلا قومي اعمليه بقى، ربنا يحسن ما بين ايديكي، واشوفك في فيديو جديد ان شاء الله، واسيبك في رعاية الله واقولك ايه، السلام عليكم.